تخيل انك تبقى انت المضروب وانت اللي صاحب حق، وفجأة تلاقي نفسك انت اللي مطلوب من الشرطة وعليك قضية. عارف ليه؟ علشانك عملت غلطة واحدة قاتلة بنشوفها كل يوم في اقسام الشرطة. الفيديو ده مش مجرد نصيحة، ده حماية ليك ولأهلك من موقف ممكن يقلب حياتك كلها. ركز معايا جدا. حصلت مشاجرة واتضربت وأهنت، ورحت القسم عشان تعمل محضر. اتفاجئت ان الطرف التاني هناك وبيعمل فيك محضر. المحضر ده طبعا بيكون كيدي، محضر قصاد محضر. هنا تقول لنفسك يا عم اخلع، بدل ما نبات في الحجز احنا الاتنين ونروح النيابة بكرة، انا اروح بيتي احسن. دي بقى اللحظة اللي انت ضيعت فيها نفسك رسميا. اولا الطرف التاني هيكمل محضره ويروح ينام. ثانيا هو هيبقى مجني عليه في ورق الحكومة وانت بقيت متهم هارب. ثالثا هيصدر ضدك قرار ضبط واحضار او حكم غيابي، وتلاقي نفسك بتتمسك في كمين وانت مش عامل حسابك. طب اعمل ايه لو لقيت الخصم موجود في القسم؟ اوعى تمشي. المحضر اللي بيتعمل قصاد محضر ده مجرد اجراء روتيني معروف، والنيابة هي اللي بتفصل. التقرير الطبي هو سلاحك. لو فيك اي خربوش اطلب فورا تحويلك للمستشفى لعمل تقرير طبي، ده الدليل المادي الوحيد اللي بيسند موقفك. كمان تفريغ الكاميرات. لو الخناقة كانت قدام محل أو في شارع فيه كاميرات، اطلب في المحضر تفريغ الكاميرات فورا قبل ما التسجيلات تتمسح. ولو تقدر تجيب تفريغ الكاميرات وانت رايح تعمل المحضر يبقى ياريت جدا. شهود العيان. لو معاك حد شاف الواقعة خليه يحضر ويدلي بأقواله. كمان الثبات في النيابة. لما تتعرض على النيابة تاني يوم لو حصل احتجاز، احكي الواقعة بمنتهى الهدوء ووضح ان محضر الخصم كيدي للانتقام. وزود على كده كمان اوعى تغلط في امين الشرطة او الضابط وانت منفعل. خليك هادي عشان حقك ما يضيعش. لو الخصم عرض الصلح وده بره القسم بعد ما عملتوا المحاضر، ما تتنازلش غير لما يجيلك محامي ويضمن ان التنازل متبادل وموثق عشان ما يغدرش بيك. في النهاية القانون مش بيحمي اللي بيخاف ويهرب، القانون بيحمي اللي بيعرف يثبت حقه بالإجراءات الصح. لو الفيديو ده فادك شاركه مع غيرك عشان محدش يقع في الفخ ده، وما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان تعرف ازاي تاخد حقك بالقانون.